I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. التوتوريال بتاع النهاردة بتاع الصورة اللي انا نزلتها على الانستجرام ونزلت الصور على السناب شات وعجبت كل البنات. زي ما انتم شايفين، اول حاجة وشي تعبان جدا، فيها عندي شوية مشاكل، فمقللة شوية من الفاونديشن على بشرتي. دي اول حاجة حبيت اقولها لكم. تاني حاجة، انا رسمت الحواجب اكتر من مرة، بس لسه في بنات كتير دايما بتسألني عن رسمة حاجبي انا بالذات. فانا بالتفصيل عملتها في الفيديو دوت وهتكلم عليها. وكمان علشان متابعتي من فلسطين وليها معزة خاصة عندي هي نورة، فانا حبيت اعمل الحواجب للمرة الالف جوه الفيديو عشان اتكلم عنها بوضوح اكتر. اول حاجة، انا خدت الانستازيا ومشيت بيه خط بسيط اسفل الحاجب، وبعدين اخدت فوريفر 52. لا يا ربي، ده لوك ايفر. اخدته وحطيته على طرف الحاجب لان الدرجه بتاعته غامقه شويه. طرف الحاجب عندي ما فيهوش شعر، يعني شعري قصير. ايه شعري قصير؟ حاجبي قصير. فحبيت ان انا اطول الحاجب بتاعي يعني بنوع بنوع برودكت للحواجب يكون من الجل. فعلشان كمان ما يبانش ان انا رسمه على الجلد، اخدت فرشه تانية طبعا، لان فرشه الاي شادو تكون واحده تانية غير فرشه الجل لاينر، لان فرشه الشادو بتبوظ دايما، بتتفرش كده من الباودر. وبمشي الباودر الغامق في طرف الحاجب، وبمشي اللون الوسط في اول الحاجب، وما بقربش على بدايه الحاجب زي ما انتوا شايفين يا بنات. وما بين كل خطوة والتانية بمشط عشان ادمج الانواع اللي انا بحطها في حواجبي دي. اخدت المسكرة ديت رقمها رقم 3 من بورجوا ومشيت على حواجبي. ميزة المسكرة ان هي بتثبت لي الشعر وما بتخليهوش يروح يمين وشمال. بعد كده اخدت الكونسيلر دوت من كريولان، وهنضف بيه تحت حاجبي. اخدت اللون الفاتح. التنظيف تحت الحاجب ده بيرفع الحاجب يا بنات، بيبين ان في نظافة في رسمة الحاجب. لو اتلخبطتي في رسمة الحاجب، التنظيف دوت دايما يعني بيدي شكل احسن واقيم للحاجب. بالنسبة لي انا بحب انضف من تحت الحاجب بطريقة تقيلة شوية، وفوق الحاجب باللي بيتبقى من الفرشة، وكمان في بداية الحاجب. الفرشه ديت من ريال تكنيك. الفرشه ديت تقليد، حلوه جدا، يعني انا بشتغل بيها ممتازه، ما فيهاش اي مشكله بالنسبه لي، وانا ما عنديش اي مشكله مع الفرش التقليد او الفرش الصينيه زي ما قلت لكم قبل كده. بدمج اطراف الكونسيلر بس، ما بدخلش على الكونسيلر نفسه. وبعد كده اخدت الماسكارا ديت من ايسنس ومشيتها في بدايه حاجبي لانها فاتحه، اللي هي اصلا الماسكارا بتاعت ايسنس مفيش منها غير لونين. انا اخدت الفاتحه ومشيتها في بدايه حاجبي، دمجتها مع الماسكارا التانية من بورجوا عشان يبان ان في يعني اللون موحد في الحاجب، مش كذا لون مع بعض. زي ما انتوا شايفين التنظيف بطريقة خفيفة وبسيطة. شايفين طبعا الفرق ما بين الحاجب دوت والحاجب دوت. ودايما يا بنات انا بسيب نص وشي التاني عشان نعرف الفرق ما بين البيفور والافتر. وكمان لاني مش مسموح لي اطلع على اليوتيوب واحط ميك اب غير في نص وشي فقط. بعد كده اخدت البرايمر دوت من نسيت البرايمر من ايه، بس انتوا عارفينه. وبعدين اخدت بيجمنت من فوريفر 52 سيلفر، وحطيته في بداية عينيا، وكمان هحط منه تحت حاجبي. البرايمر كان من ايربن ديكي. ميزة البرايمر بتاع الاربن ديكي ان هو ستيكي، اي حاجة بيجمنت بتلزق فيه كويس، فعشان كده لما تكوني هتستخدمي حاجة بيجمنت انا بفضل البرايمرات اللي بتكون زي دي.
الشغل هيكون من باليت مورفي، الباليت الوحيدة اللي انا جبتها بس من مورفي. زي ما انتوا عارفين باليت مورفي او شادوات مورفي ما نالتش اعجابي وما زالت لحد النهاردة. غير الباليتات الصغيرة دي عجبتني جدا، لكن الباليت الكبيرة من مورفي كلام فاضي بصراحة، ما حبتهاش قوي. بشتغل بيها بس لما اكون مش عايزة اللوك يكون قوي. يعني في بصراحة في شادوات كتير كتير احسن بكتير من مورفي باليت. بعد كده اخدت اللون الاسود ومركزة على كسرة العين. زي ما انتوا شايفين اخدت الاول لون عنابي غامق، وبعدين اخدت لون اسود، وزي ما انتوا شايفين انا مركزة على كسرة العين. الفيديو واضح قدامكم ومش محتاج شرح مني. لما بقعد ادمج كتير في الشادوات بحس ان البيجمنت بيختفي، لان دايما البيجمنت ده عبارة عن جليتر صغير مطحون انه بيختفي، فبعيد عليه تاني بفرشة يكون شعرها طبيعي علشان يمسك فيها البيجمنت ويديني نتيجة زي ما انا عايزاه. اخدت الميك اب ريموفر من بايوديرما، واخدت الكوتون باد بتاعت الودان دي العادية، وابتديت اعمل لاين او خط للاي شادو، لاني كنت بدمج عادي بعشوائية. الخط اللي انا عملته دوت هو ده اللي انا هيحدد لي رسمة الايلاينر اللي انا همشي عليها. المكياج ده مكياج توسيع عيون يا بنات. المكياج دوت مكياج فيك قوي مناسبات، هو مجرد بيبين احترافية الميك اب او بيبين شغلي في الميك اب. مش شرط تعملوه، بس اديكوا اخدتوا فكرة ازاي تعملوا مكياج توسيع العيون، وممكن انتي تطبقيه بطريقة تانية سهلة. طبعا انتوا شايفين رسمة الايلاينر ما دخلتش بيه عند حدود العين، نزلت تحت حدود العين عشان اوسع عيوني زي ما انتوا شايفين. وبعدين هرسمه من فوق عادي جدا، هاخد الوينج بتاعي زي ما انا عايزة ارسمه، وطلعت كمان بخط الايلاينر خليته قوي عشان يدي وسع وسحبة قوية للعين. اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هاخد الايلاينر وارسمه من بداية كمان عينيا، وابتدي اكمل الخط زي ما انتوا شايفين. طبعا الشغل واضح مش محتاج ان انا افسره، بس اللي انا هفسره اللي انا عملته دلوقتي ان انا عملت مدمع للعين. في مدمع العين عملت الكات اي او زي القطة من قدام. دي بتوسع العين جدا الحركة دي يا بنات. واخدت الكحل من جوه عينيا في بدايته، ووصلته بطرف الكحل اللي كان من بره عينيا او الايلاينر. الطريقة ديت ضيقت اول عيني ووسعت طرف عيني، وده اللي انا طالباه لان ده بيدي وسع وشكل للعين قوي جدا. اخدت القلم الوندر دوت من NYX وحطيته جوه عينيا كبداية كده للشغل. وبعد كده اخدت لون اسود وابتديت ادمج الجل لاينر اللي انا حطيته، كان من انجلوت. ده لما بيثبت او بينشف يا بنات بيبقى صعب خالص دمجه، فيستحسن انك تاخدي اي شادو في الفرشة وتبتدي تدمجي الايلاينر. وبعد كده اخدت لون الاورنج اللي هو كان الانتقالي اللي اخدته فوق ده، بيدي لون بسيط قوي عشان بس اعمل تدرج في لون الدمج بتاع الاي شادو ما يبقاش واضح وما يبقاش خط صريح. اخدت تناية الرموش دي او الكيرلي لاش وابتديت اتني بيها رموشي، وبستنى شوية على الرمش عشان يتني. انا رموشي ستريت، رموشي باصه لقدام، فباخدها دايما بتني رموشي عشان تطلع لفوق. اخدت الرموش الجميلة ديت من بيجي لاشز اللي هي رموش بشاير جمعة. هحط لكم لينك بشاير جمعة كمان تحت يا جماعة في صندوق الوصف بتاع القناة بتاعتها. بشاير جمعة يوتيوبر تقريبا من دول الخليج تقريبا، انا ما اعرفش هي من انهي بلد بالظبط، بس هي يوتيوبر زي ما بيقولوا الخلق كله يعني بصراحة. هي جابت لي الرموش ديت هدية، انا طلبت منها اني اجرب الرموش وما تأخرتش عليا. تاني يوم على طول كانت عامله لي الاوردر وبعتاه.
وبصراحة حبيتهم جدا جدا جدا، بس انا دفعت عليهم جمارك كبيرة جدا. فهنتكلم في موضوع الرموش ده في وقت تاني. اللوك لما انا عملته على اليوتيوب، لما انا عملته على السناب شات وصورته ونزلته، ما كنتش حاطه اي فاونديشن على بشرتي. زي ما قلت لكم انا مقلله من الفاونديشن على بشرتي اليومين دول، كمجرد محافظة على بشرتي مش اكتر. الجو مش مستحمل، الرطوبة عالية، فحطيت كونسيلر وثبته بباودر وبس يعني. وحطيت في بداية عينيا لوريال علشان اعمل اضاءة، وكان تحت عيني الباقي كله كان فيت مي. واخدت الباودر ديت من بايوديرما ايه، اخدت الباودر ديت من كريولاين برضو، وثبت بيها كل بشرتي. طبعا انا كنت باخد الصورة على سناب شات. يا بنات تابعوني على سناب شات، طبعا انا متواصلة دايما مع سناب شات وبحب بنات سناب شات جدا جدا. حابة بنات قمة في الاخلاق هناك على سناب شات. بصراحة انا متابعاهم، هم مش كتير بس انا حابة سناب شات وحابة البنات اللي هناك. واخدت الروج بتاع الميتين اللي هي درجة الكشمير من اللايم كرايم. وكمان ما حطيتش اي هايلايتر ولا كونتور لان رسمة العين قوية جدا. كل اللي انا عملته اني حطيت برونزر من فلورمار على خدي وانفي بس، ما عملتش حاجة تاني غير كده. طبعا انا لازم البس عدسة عشان اكمل وسع العين، بس حبيت اخلي اللون اللي جوه عينيا مناسب للبياض بتاع عيني، يعني يبقى اللونين متشابهين لبعض عشان يبان ان ده كله حجم في عيني، مش لون ولون. زي ما انتوا شايفين لبست عدسة الحدود بتاعتها مش قوية عشان تبين وسع العين. والروج بتاع لايم كرايم دوت لما بتستني عليه دقيقة كده بيبتدي لونه يغمق درجة واحدة، فبيكون جميل زي ما انتوا شايفين. ده اللوك بتاع توسيع العيون يا بنات، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وقدرتوا تستفادوا منه. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاول قبل سلام عليكم تتابعوني على سناب شات وعلى الانستجرام، دول مهمين جدا يا بنات لاني بنزل ريفيوهات يومية وبتكلم في حاجات كتير هناك. بس كده، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be